رئيس الجمهورية قال له ارجع المسلسل خلاص بتاعك. في أحلى حكايتنا النهاردة عن مسلسل رأفت الهجان. رأفت الهجان من أهم المسلسلات المخابراتية اللي اتعملت في الدراما المصرية والعربية كمان. بتبدأ الحكاية لما المؤلف الكبير صالح مرسي، وده راجل كان معروف عنه بكتابة المسلسلات اللي ليها علاقة بالمخابرات وليه علامات كبيرة جدا جدا، زي مسلسل دموع في عيون وقحة، وفيلم الصعود إلى الهوية، ومسلسل حرب الجواسيس، ومسلسل الحفار. الراجل ده كان مميز في كتابة هذه الدراما. يعني بيخلص مسلسل رأفت الهجان وبيتم ترشيح محمود عبد العزيز علشان يلعب دور البطولة، وفعلا محمود عبد العزيز بيبتدي يحضر للشخصية وعايش في الشخصية، وبيرفض أي أدوار تانية موجودة في التوقيت ده علشان يكون مركز ويقدر يطلع بالشخصية دي للنور بأفضل شكل ممكن. يعني لحد ما بيجيله تليفون من المخرج فهمي عبد الحميد، وبيقول له أنا مرشحك معايا السنة دي لبطولة الفوازير بتاعة رمضان. هنا بيرفض محمود عبد العزيز، بيقول له أنا مش فاضي ومشغول جدا. بعدها بفترة بيجي له ترشيح برضه في مسلسل ليالي الحلمية علشان يعمل دور سليمان غانم اللي عمله بعد كده الفنان الراحل صلاح السعدني، وبرضه بيرفض وبيقول لهم انا بعمل دلوقتي رأفت الهجان بحضر له فمش فاضي خالص. فاللي بيكلمه قال له ازاي انت بتعمل رأفت الهجان؟ المسلسل ده بيحضره دلوقتي عادل امام. فطبعا هنا كانت صدمة كبيرة جدا جدا لمحمود عبد العزيز، ولما تواصل مع الناس عرف بقى ان القصة ان يحيى العلمي كان عمل مسلسل دموع في عيون وقحة مع عادل امام، فحابب يستغل النجاح ده، فهو اللي اصر على وجود عادل امام في الحدوته. فعرضوا على محمود عبد العزيز ان هو يعمل دور محسن ممتاز اللي عمله بعد كده الاستاذ يوسف شعبان، ورفض طبعا بشده. حتى كمان عرضوا الدور بتاع محسن ممتاز ده على الاستاذ محمود ياسين، ورفض برضو القصه دي تماما. هنا محمود عبد العزيز بيحس بقهر شديد جدا جدا جدا، وبيقرر ياخد كل اسرته ويطلع يعمل عمره في السعوديه ويقيم هناك شويه. بيبدا المخرج يحيى العلمي مع المؤلف صالح مرسي بروفات الترابيزه، ودي بروفات بتتعمل علشان الممثلين يتعرفوا على الشخصيات والابعاد بتاعتها. فمن اول بروفه اعتراض شديد جدا عادل امام على فكره ان الحلقه الاولى بادئه بوفاه رأفت الهجان، وبعدين بنروح لفلاش باك فاعترض عادل امام وقال لا، غيروا القصه دي تماما ولازم نخلق نوع من انواع الاثاره، لان ما ينفعش نبدا في الاول كده يبقى الموضوع محروق، فالناس كده مش هيبقى عندها حب او شغف انها تتفرج على بقيه الحلقات. وهنا بيرفض المؤلف صالح مرسي رفض شديد جدا جدا، وبيقول له المسلسل اتعمل كده واتكتب كده وهيتنفذ زي ما هو. بيمشوا من البروفه الاولانيه، بيجوا برضو البروفه الثانيه نفس الكلام، برضو عادل امام مصمم على رايه وصالح مرسي مصمم على رايه. عادل امام بينزل يومها علشان يتفرج على عرضه الخاص لفيلمه النمر والانثى، وصدفه برضو ان المؤلف صالح مرسي بيتعب وبيدخل المستشفى. في التوقيت ده كان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك رايح زياره للسعوديه، وهناك كان قاعد محمود عبد العزيز، فقالوا له هناك ان الرئيس المصري جاي فممكن تقابله وتعمل له نوع من انواع المفاجاه او السربرايز، يعني كده تلبس لبس سعودي وعال وتقابله معانا يعني وترحب بيه. ففعلا محمود عبد العزيز بيلبس الزي السعودي والعال وبيكون في استقبال الرئيس محمد حسني مبارك وبيسلم عليه. فالرئيس هزر معاه وقال له عندنا ممثل في مصر شبهك جدا اسمه محمود عبد العزيز. قلع النضاره محمود عبد العزيز وشال العال وقال له انا رئيس محمود عبد العزيز وقاعد هنا بقالي فتره. الحوار كان ودي بين الاثنين، وبعدين حكى له محمود عبد العزيز قال له انا حضرت لفكره مسلسل رأفت الهجان وحضرت للشخصيه، وفي الاخر الرئيس حصل حاجه كده مش لطيفه خالص، تم ترشيح عادل امام بعد ما انا كمان رفضت ادوار وحاجات زي كده. هنا الرئيس محمد حسني مبارك بيقول له ارجع مصر يا محمود والدور بتاعك. فبيرجع فعلا محمود عبد العزيز، وهو في المطار بيجي له مكالمه من المخابرات وبيقولوا له تعالى امضي المسلسل انت اللي هتشتغل الحكايه. هي الامور كلها ساعدت، يعني هو راح قعد في السعوديه، الخلاف في مصر بين عادل امام والمؤلف صالح مرسي، فسبحان الله هو الدور من نصيب محمود عبد العزيز من الاول. المهم بيبدا فريق العمل في التجهيز والتحضير، وهنا المخرج يحيى العلمي بيطلب من مساعد المخرج وقتها عمرو الليثي ان هو يجيب له شقه في وسط البلد علشان يصوروا فيها المشاهد الاولى لرفعت الجمال او رأفت الهجان يعني. فبينزل عمرو الليثي وسط البلد لميدان سليمان باشا اللي هو دلوقتي ميدان طلعت حرب، وهناك كان عايش جده في عماره، فعمرو عارف المجموعه كلها اللي في العماره، فكلم البواب ان هو يكلم اتحاد الملاك وياخدوا الدور الاخير او السطح يصوروا فيه المشاهد الاولى لرأفت الهجان. يعني فعلا بيتم المعاينه وبيروحوا يصوروا فعلا، وفي اول يوم تصوير
البواب بيقول لهم عارفين كان مين اللي عايش هنا زمان؟ فقالوا له مين؟ قال لهم ده كان خواجه قديم جدا اسمه ليفي كوهين. فبالصدفه يعني طلع المكان ده اللي كان قاعد فيه اصلا رأفت الهجان لما كان اسمه رفعت الجمال، وكان مسمي نفسه ليفي كوهين. فكانت صدفه يعني غريبه جدا ادت لكل فريق العمل طاقه ان هم بيصوروا في نفس المكان اللي كان عايش فيه رفعت الجمال او رأفت الهجان. قبل القصه دي كان بقى موضوع الترشيحات، يعني مثلا كان مترشح لدور اخت رأفت الهجان لو كان موجود عادل امام كانت هتبقى تيسير فهمي، وده عشان وجه الشبه في الشكل بينها وبين عادل امام. وطبعا لما عادل امام استبدل بمحمود عبد العزيز تيسير فهمي عملت دور تاني اللي هو بتاع ساره سمعان، وكلموا الاستاذه عفاف شعيب علشان تعمل دور شريفه اخت رأفت الهجان، وراح لها بنفسه الاستاذ صالح مرسي وعرض عليها الشخصيه. قالت له انا رافضه تماما، انا لسه طالعه من الشهد والدموع وعامله بطوله ومكسره الدنيا، فانا بقرا الحلقات بتاعتك اول حلقه بقول هو فين رأفت، وبعد كده بتكلم في الحلقه السادسه، فانا الدور ده مش مناسب بالنسبه لي. صالح مرسي بيتضايق جدا وبيحاول يقنعها، والست رافضه تماما. بينزل من عندها الاستاذ صالح مرسي، وتاني يوم الست عفاف شعيب بتحضر نفسها عشان عندها تصوير، اتفاجئت بتليفون من صفوت الشريف وزير الاعلام وقتها، بيقول لها ما عندناش حاجه اسمها دور صغير ودور كبير، وانت مش مرشحه، الموضوع ده امر. قفلت السكه عفاف شعيب ونزلت على طول مضت المسلسل. ونفس القصه دي برضو حصلت لما جم يعملوا الجزء الثاني، كان اعتذر عنه الاستاذ يوسف شعبان ويسرى، وقالوا ان الجزء الاول فيه طموحات وفيه شجن وفيه قصه كبيره، الجزء الثاني محبط شويه فاحنا بنعتذر. كانوا برضو نفس المكالمه من صفوت الشريف وراحوا برضو مضوا المسلسل. هو المجموعه كلها او الدنيا كلها او الجهات كلها كانت بتتكاتف ان هم يطلعوا عمل يليق يعني بالمخابرات المصريه وبقصص ابطال المخابرات المصريه. المسلسل بينزل العرض الاول بتاعه يوم 18 ابريل 1988 وبيعمل نجاح كبير جدا جدا جدا، وبيتعرض الجزء الثاني في 27 مارس 1990، وبعد كده بيتعرض الجزء الثالث في 4 مارس 1992. المسلسل عمل حاله كبيره جدا في الشارع، عمل حاله كبيره جدا لمحمود عبد العزيز، وفي التوقيت ده حصل شرخ او جفاء بينه وبين الاستاذ عادل امام. والحقيقه هو ما كانش بسبب المسلسل، ان عادل كان موجود وبعد كده جه محمود اللي عمله، او الاول كان مترشح محمود فعادل اللي خد الدور لحد ما محمود رجع تاني. مش دي القصه تماما، القصه ليها احداث. في مره من المرات في التوقيت ده الاستاذ مفيد فوزي عمل حلقه في ليله راس السنه المفروض بيتكلم فيها عن نجم الايرادات والزعيم عادل امام، وكان مستضيف ساعتها اغلب نجوم السينما. فبيسال محمود عبد العزيز ويقول له هل الايرادات هي كل شيء او هي الاهم؟ فمحمود عبد العزيز قال له لا، الايرادات مش كل حاجه، ولكن عادل امام هو الاعلى، وكمل كلامه في مدح عادل امام. وبعد كده المفروض اللي بيتكلم بعده مديحه كامل، فمفيد فوزي قال لها محمود عبد العزيز قال كذا كذا، فبتقول له معقول محمود قال كده؟ فاللقاء اتذاع، خدوا الكلمه الاولانيه بس اللي هو الايرادات مش كل حاجه، وما ذاعوش الكلام الباقي بتاع محمود عبد العزيز، واتذاع اللقاء زي ما هو في راس السنه. شافوا محمود عبد العزيز فانزعج جدا وقال بس خلاص كده عادل امام هيبقى بينه وبينه خصام وهيزعل مني، انا لازم اقابله واوضح له الامر. قعد يتصل بيه في المسرح وفي البيت مش موجود خالص، فين لحد ما وصل له الساعه 4 الفجر ولقاه في بيت المنتج سمير خفاجه، وراح له وقال له انا ما اقصدش، انا كملت وقلت ان النجم وقلت ان الايرادات مش كل حاجه، ولكن عادل امام يبقى هو النجم الاعلى والنجم الجماهيري اللي اجره اعلى. وقلت كلام كويس جدا. مفيد فوزي ما زعش الكلام ده. عادل امام بيقول له محمود انا عارف كل حاجه، بس برضه حصل نوع من انواع الشرخ كده، العلاقه ما بقتش، ويمكن ده شفناها في مشاهد كتيره جدا منها عزا ومناسبات، ان العلاقه ما بقتش بينهم على ما يرام يعني، بس ما كانش بيغلطوا ببعض. فضل الموضوع في منافسه شريفه، وده بيحترم ده وده بيحترم ده، الى ان توفى الاستاذ محمود عبد العزيز يوم 13 نوفمبر 2016. وهنا المخابرات المصريه نعت الاستاذ محمود عبد العزيز، ودي كانت اول مره تحصل ان المخابرات المصريه بتنعي فنان. رحمه الله عليه وعلى كل الفنانين اللي توفاهم الله اللي شاركوا في المسلسل، وان شاء الله نلتقي في حكايات فنيه اخرى وكواليس فنيه اخرى في احكي لك الحكايه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.